بسم الله حبايبي الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وسعاده وهنا. ايه مساء عسل. يلا بينا نعمل ايه اكله سريعه واقتصاديه وفي نفس الوقت كمان تنفع معانا نحطها في اللانش بوكس وفي اي رايحه الشغل هتاخدي معاكي، رايحه تفسحي الاولاد هتاخدي معاكي، يعني هي تنفع كل حاجه ان شاء الله. يلا بينا نسمي الله ونصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. قبل كل حاجه ما تنسيش اللايك والاشتراك وتعليقات جميله. اول حاجه هنبدا بيها هي ايه معايا طماطم، فلفل الوان. بسم الله. دي خضره طبعا فيها الزيتون اللي كانت عندي، فايه هي بصراحه انا بحبها، بتدي ريحه وطعم كده ايه رائع. بسم الله. 3 بيضات. بسم الله. معايا هنا فنجان دقيق، عباره عن ايه 4 معلقات كبار دقيق. تمام. بسم الله. توابل ايه، توابل 7 بهارات، ملح، شويه فلفل. هضيف شويه زيت، واخيرا معلقه كربونات. تمام. هخلطهم جيد. شايفين بقى كمان الحلاوه. يلا نسمي الله كده ونحطها ايه، ننزل بقى في صينيه. طبعا انا ايه حاطه فيها ايه شويه زيت صغيرين، يعني حوالي كده ايه 3 معالق زيت. تمام. بسم الله. شوفوا بقى التعليقات الجميله. اتمنى اعرف بتكلموني من انه بلد. انا من بورسعيد. الله. شايفين بقى الجمال والحلاوه والروعه. بسم الله ما شاء الله، بجد الريحه روعه. العيال بقى جايين من بره، يا ماما انت عامله ايه، عامله بيتزا يا ماما ولا عامله ايه؟ يعني تقول عليها بيتزا إيه، يعني حاجه كده جميله صراحه يعني. بسم الله. شايفين بقى الجمال والحلاوه. الله. ايه رايكم؟ طبعا عاوزه شير تعليقات حلوه، وما تنسيش يا حلوه اللايكات. دي كان ناقصها ما جبنه موتزاريلا. اه طبعا لو في عندك شويه جبن تحطهم على الوش تبقى تحفه. في امان الله، مع فيديو جديد ان شاء الله.